مساء الفل. ما تخلّيش مكسب الأهلي النهارده لسموحة يحسّسك إن الأهلي كده كويس، أو إن الأهلي كده يعني عمل إنجاز. هو الطبيعي الأهلي كان يكسب سموحة النهارده. سموحة ده المركز قبل الأخير في الدوري دلوقتي، واحدة من أسوأ مواسم الفرقة من ساعة ما أنا شُفتها في الدوري عمومًا يعني. بتتكلم في فرقة لاعبة 7 مباريات في الدوري، كسبانة مباراة واحدة فقط، داخل مرماها 11 هدف في 7 مباريات. فالطبيعي ان الاهلي كان يكسب النهارده، حتى لو الاهلي كان سيء او حتى لو الاهلي كان عنده نواقص، وان كان الاهلي النهارده كان شكله في الملعب الى حد كبير احسن. وممكن ما يكونش ده بسبب ان الاهلي كان كويس على قد ما سموحه كان تعبان، بلغه الكوره كده يعني. الراجل النهارده كان بيحاول يغير طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها، علشان هو عنده نواقص كتيره جدا. هو ما عندوش غير وينج واحد بس اللي بيلعب بيه النهارده، هو حسين الشحات. مفيش اي وينج تاني موجود في الاهلي النهارده في القائمه اللي موجوده. فالراجل كان بيحاول يلعب 3-4-3، في حين ان هو النهارده نزل بالثلاث سردباكات بتوعه، اللي هم اشرف داري ورامي ربيعه وياسر ابراهيم. في حين انت برضو مش عارف مين هيلعب فين. يعني انت التشكيل لما نزل، تعال بص كده، هل هيلعب 4 2 3 1؟ هل هيبقى في باك رايت؟ هل اكرم توفيق هيلعب جناح؟ طب هل هيلعب رامي ربيعه في نص الملعب؟ مش فاهم. محدش كان فاهم حاجه اصلا. الراجل كان نازل النهارده، محدش كان فاهم او الراجل بيعمل ايه. في نفس الوقت لو تاخد بالك ان الاهلي كان مسيطر على الشوط الاولاني بشكل كبير، وكان فيه لهوجه كتيره من اللعيبه. لكن في نفس الوقت انت كان في لقطه كده في الدقيقه 25، ما اعرفش الناس خدت بالها منها ولا لا يعني. حسين الشحات مش فاهم. يعني انا في الملعب بعمل ايه؟ انا دوري ايه في الملعب؟ انا النهارده هل المفروض ابقى في العمق شويه، ولا اتطرف، ولا امام هيبقى موجود جناح، ولا ينزل تحت شويه؟ محدش كان عارف مركزه فين اصلا في الملعب. يعني كان في لقطه كده، امام عاشور وحسين الشحات بيشرحوا لبعض المفروض انا اعمل ايه وانت تكون فين، انا مش فاهم. فكان في حيره كبيره جدا من اللعيبه النهارده، خصوصا الشوط الاولاني كمان. ووسام ابو علي كان ضيع كمان زي ما شفنا اكتر من كوره، بس تحس ان كان في لهوجه. يعني كان في لهوجه من لعيبه الاهلي ان هم عايزين يجيبوا جون بسرعه. الى الحمد لله الاهلي النهارده جاب جونين بشكل مختلف تماما عن اللي احنا عارفينه عن الاهلي. يعني النهارده تخيل انت الاهلي الجون الاولاني بعرضيه يا مؤمن من باك ليفت، عرضيه حلوه من باك ليفت لقفشه، جول من كريم الدبيس. انا بقالي كتير ما شفتش جوال للاهلي من عرضيات من باكات يعني اصلا بقالي كتير ما شفتش في الاهلي باك بيلعب عرضيه حلوه من بعد علي معلول ما اتصاب يعني. افتكر لي كده، افتكر لي كده عرضيه جبنا منها جول قريب. مفيش، مش هتلاقي. يعني ما مش عارف يعني، ده جون غريب كان جاي، عارف اللي هو يا عرضيه وجون. انا كنت قاعد، انا شخصيا كنت قاعد بعمل كده. ده كان رياكشني بصراحه لما الجون ده. والهدف الثاني بسم الله ما شاء الله، كرة من العمق وامام عاشور لما الجون. تعالى افتكر لي اخر جون الاهلي جابه من العمق. تعالى افتكر لي اخر جون الاهلي جابه واللعيب لم الجون فيه، او يعني كان عنده ثقه في نفسه ان هو يرقص الجون فيه. بمناسبه بقى لقطه امام عاشور، بصراحه المشطشط الحراق الجامد قوي اللي ما حصلش، والاحتفال بتاعه اللي عمله، مش عارف هل هو ده الكلام اللي انت عايز تسمعه؟ ان هو متشطشط وحراق، والبيجز بقى بتاعت السوشيال ميديا تطلع تقول يا ابن اللعيبه ده انت حراق قوي، وده انت حرقتهم جامد، ده الاحتفال ده ليه مدلول مش عارف فين. والبيتجات بتاعت الزمالك تطلع تقول يا جماعه لا، ده الراجل ده لازم يتحاسب، هو بيلقح علينا. ومش عارف مين هيطلع يقول ايه. وهو بعد كده نزل ستوري ان هو اصلا والله ده كان بيحتفل نفس الاحتفال اللي كان عامله مع بنته. هو انت يا اسطى ليه بتثير الجدل اصلا؟ انت مهنتك لعيب كوره، ما تلعب كوره. ما انت عارف ان احتفال زي ده هيثير الجدل ليه؟ ما تركز في الملعب. الموضوع سهل يعني، ركز في الملعب. شفت الموضوع سهل ازاي؟ ملهاش لازمه تطلع بالونه وبالونه بيضه، وجمهور الاهلي يطلع يقول يا ده الواد ده حرق ومشطشط، وجمهور الزمالك يطلع يقول هو بيلقح ومش بيلقح ومش عارف ايه. ليه يا حبيبي؟ انت مهنتك لعيب كوره، ركز في الملعب بس، الموضوع سهل خالص اهو. بلاش اثير الجدل. حتى ولو كان مش في نيتك حاجه، بس انت مش عبيط. انت مش حد مش فاهم. انت عارف ان احتفال زي ده هيثير الجدل، حتى ولو كان يا عم ما كانش قصدك بيه الزمالك، او لعيبه الزمالك، او حاجه من ريحه الزمالك يا سيدي. ما اعرفش بس يعني للاسف دي بقت عقليه اللعيبه اللي موجوده في مصر دلوقتي. اهو امام عاشور ده يا باشا بص، يعني لو ركز في الملعب احسن من احسن لعيب ممكن تشوف في مصر، بدون اي جدال. بس مفيش. لو بيركز في الملعب 50%، ف 50% دماغه بره الملعب، عشان يطلع يبقى عليها حراق ومشطشط وجامد فشخ. إيه اللي انا عملته ده يا واخد اللقطه. زي صاحبه ما بيحب برضه ياخد اللقطه.
فما اعرفش الواحد بس مستحرم من اللعيب اللي ده امكانياته زي دي ما تتوظفش صح. بالمناسبه النهارده هو تخطى ارقامه اللي كان عاملها في نادي الزمالك مع الاهلي دلوقتي. عشان بس محدش يجي يقول لك اصل امام عاشور ايه، مستواه في الاهلي اقل من الزمالك بكتير. لا، هو الراجل النهارده في نص عدد المواسم اللي لعبها في الزمالك تخطى ارقامه اللي في الاهلي. بس هو عنده اكتر من كده 100 مره. بس هو يركز بس في الملعب، مش عايزين منه حاجه تاني. ولكن خلينا متفقين ان احنا دلوقتي كده، او الاهلي دلوقتي ماشي بيرقع، يعني هو ماشي اليوم بيوم. انت النهارده عندك وينجات، هنلعب وينجات. مفيش وينجات، هنلعب 3-4-3 ومفيش وينجات. النهارده امام عاشور يلعب 8، لا يلعب 10، لا يلعب وينج. اكرم توفيق يلعب باك رايت، لا في نص الملعب. طيب هنقيف بقى، اصل مش عارف مين مصاب فهنلعب مين فين. الاهلي دلوقتي للاسف ماشي بيرقع، ماشي بيقيفها يعني. هنشوف بقى مين هيلعب ايه فين، فلما ده يتصاب فاحنا هنحط حسين الشحات باك يمين، لا باك شمال. لا لما طاهر يرجع بقى هنلعب بالوينجين مع بعض. لا النهارده نلعب مش عارف ايه. في حين انت تيجي تبص على بره على دكه الاهلي، مفيش حد يصنع لك فارق. يعني انت النهارده تعالى اتكلم مثلا كده، الماتش ده عقرب وانت حبيت تنزل حد يصنع لك فارق بقى ويفوق لك الماتش، مين؟ مفيش حد حرفيا. تغييرات الاهلي كلها، دكه الاهلي كلها ما فيهاش حد يصنع فارق خالص. حتى الراجل بعد الماتش طلع اتكلم قال لك يا باشا انا مفيش صفقات لحد دلوقتي، مفيش صفقات لحد دلوقتي. فيعني الراجل اهو بيقول لك مفيش صفقات وما عندكش دكه وعندك لعيبه مصابه. بالمناسبه النهارده بعد اصابه يعني يحيى عطيه الله واشرف داري خلاص، فانت كده ما عندكش اي حد من المحترفين بتوعك متاح. اشرف داري مصاب، يحيى عطيه الله مصاب، علي معلول ربنا يرجعه بالسلامه لسه في حاله التاهيل يعني. وبيرسي تاو خلاص هو ساب النادي، خلاص يعني رسميا بيرسي تاو بره الاهلي الحمد لله يعني. في حين بقى ان انت عندك دلوقتي لعيبه يا باشا بتطالب ان هي تتحط بقى من ضمن الفئه الاولى زي اكرم توفيق، ولسه بيتكلم هيجدد ولا مش هيجدد. وبالمناسبه اكرم، في ناس من الزمالك كلمته، في ناس من بيراميدز كلمته، واكتر من نادي كلمه حتى كمان في قطر، يعني الشمال القطري كلمه. وهو اولويته للاهلي بس انا عايز ابقى فئه اولى. انا ما عنديش مشكله مع اكرم توفيق ان هو واحد من اكتر اللعيبه الحماسيه واللي بتجري واللي بتبذل مجهود والكلام ده كله، بس تبقى مره تحطك فيها اولى. يعني هل انت نص ملعب بتعمل زياده هجوميه؟ لا. طب هل انت حريف؟ لا. طب هل انت لما تلعب باك رايت بتبقى ليك عرضيات محترمه؟ لا. طب هل انت هيدر؟ يعني مثلا فاكر حمدي فتحي في فتره كده موسيماني لما كان عنده مشكله في المهاجمين كان بيلعب بحمدي فتحي مهاجم تاني، هل انت بتعرف تخلص ماتشات؟ لا. طب هل انت اللعيب الجامد جدا اللي تديني ثرو كده حته تخلي لي مثلا وسام ابو علي هو الجون؟ لا. طب ايه بقى؟ انت ديستروير فقط. انت لعيب مدافع فقط، نص ملعب مدافع لافساد هجمات الفرق الاخرى بس. انا بتكلم بمنتهى الامان، هو ما عندوش اي ميزه تانية. يعني قول لي ميزه تانية في اكرم توفيق غير ان هو لعيب بيلعب بقلب، بيلعب بروح برجوله تمام زي الفل، وبي يعني بيدستروير، لعيب دستروير بيفسد هجمات الفرقه الاخرى. مفيش. زي ما عديتهم لك كده، ولا عرضيات ولا هيدر ولا مهاري ولا سريع ولا مفيش الكلام ده كله. فما اعرفش يعني بقى مرتي احطك فيها اولى، وبعدين فيها تقول ايه؟ يعني بس عشان بس الموضوع ده بقى ايه مستفز بصراحه يعني. في ايه تقول ايه يا معلم انت عايز تحط فيه؟ وبعدين فيها اولى ايه وارقام ايه اللي انتوا بتتكلموا فيها؟ ارقام ايه يا جدعان؟ انتوا مجانين يا جدعان. بيرسي تاو ده كان بياخد من الاهلي مليون ونص دولار قبل ما يمشي. الاهلي حاول يمشيه كذا مره بس هو قاعد، عشان هو احنا بالنسبه له يا باشا انت لقطه. مين هيديني مليون ونص دولار وانا مستواي زي الزفت ده وانا بلعب في افريقيا يعني؟ مين هيديني مليون ونص دولار؟ مين؟ مفيش. فالراجل قاعد، قاعد يا باشا لحد ما خلاص جاب اخر الاهلي. ده لعيب ياخد مليون ونص دولار ليه؟ وزيزو اللي عايز يجدد ب 100 مليون في السنه ده ليه؟ ليه يا حبيبي؟ انت بتقدم لي ايه؟ بالمناسبه بقى يعني هو الكلام مش على اكرم توفيق بس، على كل اللعيبه اللي في مصر حاليا. انت بتقدم لي ايه عشان تطلب الارقام المتخلفه دي؟
الدوري المصري اصلا فيه ايه عشان عشان تطلب انت الارقام دي؟ يعني انت بتلعب في دوري مع الاسف دوري متواضع جدا، بيفرس لعيبه، ما عندكش منافسه، لان الاهلي على طول حاسم الدوري، اللي هم بيراميدز والزمالك ساعات بيخبطوا مع الاهلي. ايه بقى؟ حتى لعيبتك ما بتوصلش افريقيا في مراحل متقدمه يعني. فانت يعني معلش، انا اسف، انا اسف والله يا جماعه. زيزو لعيب مؤثر، لعيب مؤثر وتمام وزي الفل وكل حاجه، واحد من اهم لعيبه الزمالك. ايه بقى هو الجن من العفريت اللي بيجيب لي بقى بطوله ولا بطولتين في السنه، وبيحسب لي ماتشات مهمه، وبيجيب لي 25 30 جون في الموسم عشان ياخد 100 مليون جنيه في الموسم؟ ليه؟ يعني ليه ياخد 100 مليون جنيه في الموسم؟ انا ما فهمتهاش بصراحه. ليه الرقم اللي هو طالبه ده؟ هتقول لي اصل هو رافض عروض من انديه تانية بره مصر. خلاص يا باشا روح. وانت ما عندكش منافسه، انت ما عندكش دوري. فكك. انت ما فيش دوري مصر. الحنكشه اللي احنا بنحنكشها دي ده مش دوري. تعالى قول لي على الدوري المصري ده بيفرز لعيبه عامله ازاي. قول لي يا باشا، مين بقى اللعيبه اللي عندك اللي بيفرزها الدوري المصري؟ قول لي كده اخر 5 سنين مثلا 10 لعيبه الدوري المصري طلعهم لعيبه محترمه. لعيب الكوره دفع فيها المبالغ دي. ده يا راجل في لعيبه بره في الدوري الاسباني وفي الايطالي وفي ريال مايوركا ولعيبه، ويعني فرق في نص الجدول يعني، في الليجا، في اسبانيا، ما بياخدوش نص الارقام اللي انت بتقول عليها دي. يعني بمناسبه مثلا مكسب ميلان امبارح الكاس في ايطاليا على حساب الانتر، ريندرز ده واحد من اهم لعيبه نص الملعب اللي موجودين في الميلان وفي الدوري الايطالي دلوقتي، في اي سي ميلان. ياخد مليون و400 الف يورو في السنه. مليون و400 يعني يعني بيرس تاو بياخد اكتر منه. أنت متخيل بقى المفارقه الجميله دي، الكوميديا اللي احنا فيها؟ فمعلش يعني مع كامل احترامي، مفيش لعيب في مصر يستحق الارقام اللي انتوا بتتكلموا فيها دي تماما. ولا زيزو، ولا امام، ولا اكرم توفيق، ولا غيرهم. قولا واحدا كده، انت ما عندكش دوري مصري محترم اصرف عليه الصرف ده، او ما عندكش لعيب مصري بكواليتي جامد فشخ يتصرف عليه المبلغ ده. طب ما كان طلع بره طالما هو جامد فشخ قوي كده، يطلع يحترف في اي دوري بره بقى في اوروبا، وياخد الارقام اللي هو عايزها دي. مش عارف بصراحه الارقام دي، الموضوع مستفز جدا. فما تقنعنيش ان في لعيب في الدوري المصري يستحق الارقام دي، مع كامل الاحترام للدوري المصري، ولكن احنا الدوري بتاعنا ده بعيد كل البعد عن كل الارقام اللي العيال بتتكلم فيها. ف ما اعرفش يعني، ما اعرفش الموضوع ده ممكن يوصل لحد فين. التجديد لزيزو هيبقى مهم للزمالك عشان يحافظ على هيبة الفرقة، ان انا مجدد لاهم لعيب عندي يا جماعة اهو. التجديد لاكرم توفيق للاهلي مهم. صفقات للاهلي والزمالك مهمة، ولكن مش بالمبالغ العبيطة اللي احنا بنتكلم فيها دي خالص. سلام عليكم.